طلبتوه مني كتير، قلت لا لازم انزل لكم بالمقادير. قد ايه النهارده هنعمل فطير مشلتت بجد خطير. عايزه اقول لكم مورق، وزي ما انتم شايفين كده كل الكميه اللي قدامكم دي هنعملها بنص كيلو دقيق. والله بنص كيلو دقيق. ويا سلام بقى لو اتقدم مع العسل والطحينه والجبنه، يا سلام بقى كمان لو كانت جبنه قديمه يا سيدي. طب يلا بينا بلاش كلام كتير، يلا بينا على المقادير. زي ما انتم شايفين هنا اول حاجه عندنا نص كيلو من الدقيق منخول، نزلنا عليه ربع معلقه صغيره من الملح، يعني رشه بسيطه، وكمان معلقه كبيره من السكر البودره او يكون سكر حبيبات بس يكون ناعم. تمام. وهبدا هنا زي ما انتم شايفين كده انزل بقى تدريجيا بالميه الم العجينه بتاعتنا. بس كده العجينه بتاعته يا بنات ما بتاخدش اي افتكاسات. زي ما انتم شايفين هبدا هنا بقى الم العجينه بتاعتي بالميه بالشكل ده، وبعد كده لغايه لما العجينه بتاعتنا تتلم معانا خالص. في الاخر دلوقتي هقول لكم خدت مني قد ايه عجن. زي ما انتم شايفين طبعا الفطير من المعجنات فلازم يتعجن كويس جدا. هبدا هنا خلاص عجنته كويس قوي، وبدات كده لحد ما العجينه بقت تلزق جامد في ايديا زي ما انتم شايفين، بس ما بتسيبش عجينه. هبدا هنا احطها بقى في البوله بالشكل ده، وهسيبها حوالي بس 10 دقائق ترتاح. طب خدت مني ميه قد ايه؟ خدت مني كوبايه وربع من الميه. الكوبايه دي حجمها اللي هي الكوبايه اللي هي ال 200 مللي مج الشاي العادي، خدت كوبايه وربع. تمام. طيب عندي هنا بقى معلقتين كبار من السمنه البلدي، وعندي كمان سمن نباتي. انا حبيت كده اعمل خليط. لو انت حابه تعملي سمن نباتي بس براحتك، سمن بلدي بس براحتك، برضو خليط بين الزيت والسمن مفيش اي مشكله. بصوا بقى هنا كانت ارتاحت معايا بالشكل ده، انا سبتها بس ترتاح علشان يفرد معايا بكل سهوله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينه بقت ناعمه معانا جدا بالشكل ده. يبقى العجينه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بس دقيق وميه وشويه ملح صغيرين ومعلقه سكر بس، لان ده فطير فعايزين كده طعم العجينه بتاعتنا تكون يعني فيها تيست بسيط كده، ولكن هي مش هتعمل اي اختلاف كبير يعني. تمام. بصوا بقى هبدا هنا اقطع بقى نص كيلو الدقيق بتاعنا على حسب كميه يعني كميه الفطير اللي انت عايزاها. ممكن تعملي نص كيلو ده فطيره واحده بس هتكون كبير، اللي هو الفطير المشلتت الكبير. لو انت حباها تكون وسط هتعمليها على فطيرتين او على 3. طب انا حابه بقى اعمل يكون ميني فطير، فانا هوريكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده انا قطعتها بالشكل ده، عملتهم كده على 10 فطاير ميني. تمام. تقدروا ان زي ما قلت كده تتحكموا في كميه الفطير براحتكم. بس تقدري بقى لو عندك نص كيلو دي كده يا قمر، قومي بسرعه يلا اعمليهم دلوقتي وشويه دي بساط يعني. طيب خلاص شكلت كده كرات العجين بتاعتي، هسيبها حوالي بس 5 دقائق ترتاح. وهبدا هنا زي ما انتم شايفين انا دهنت البوله بتاعتي زيت، وهحطهم بس ارصهم كده على جنب، وابدا اغطيهم عشان ما ينشفش معايا العجينه. وابدا بقى كده ايه افرد واحده واحده بالماده الدهنيه بتاعتنا اللي احنا مسيحينها بالشكل ده، اللي هو خليط بين السمن البلدي والسمن النباتي. وزي ما قلت لكم هنا الماده الدهنيه اختياري ليكم خالص. طيب هبدا زي ما انتم شايفين حطيت في الاول كده شويه من الماده الدهنيه على سطح العمل، وهتبداي بقى كده تحطي العجينه الكوره يعني بتاعت العجينه، وهتبداي تفردي واحده واحده، ما تستعجليش. ولو اتقطعت منك ما تخافيش، مفيش اي مشكله. اول واحده ممكن تكون بتتعب شويه في الفرد على بال ما العجينه ترتاح معاكي، ما تقلقيش. لو اتقطعت معاكي مفيش اي مشكله، هتلميها وهيحصل معانا ده دلوقتي. تمام. بصوا هنا ما شاء الله من اول واحده معايا وهو ماشي كويس قوي معايا الفطير. ليه؟ لاني انا مريحاها قبل ما اشتغل فيها. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين انا فردتها خالص ما شاء الله، قطعه واحده بس. بصوا عملت معايا خلت الفطيره كبيره قد ايه. طيب احنا بقى هنا هنبدا ان احنا نتنيها زي ما انتم شايفين كده على الجنبين، وكل جنب هنحط فيه الماده الدهنيه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده احنا بنورق بالسمن. تمام. خلاص كده هعملها زي بقجه كده في ايديا، او هلفها كده زي كوره تاني، وهبدا اخدها هنا على جنب في طبق لوحده كده او اي صينيه جنبنا. طيب تعالوا بقى كده نشكل واحده كمان مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو هبدا هنا اخد القطعه العجينه بتاعتنا. طيب لو انت بقى عايزه تعمليها فطيره واحده كبيره او وتكتري الطبقات، اعملها ازاي يا رشا؟ طيب احنا بصوا بقى فردنا واحده اهو عملناها على جنب، هنبدا بقى نفرد دي. بس قبل ما نطبق دي هنجيب التانيه نحطها. انتوا فاهميني؟ يعني هندخلهم في بعضهم حسب بقى كل الطبقات اللي انت عايزاها. بصوا هنا اتقطعت مني وشغاله عادي ازاي، ودي هتطلع معايا فطيره جميله جدا برضو. تمام. يعني هنا بصوا قبل ما تطبقوها بقى كده هتبداي هنا اهي طبقتيها على الجنبين، هتبداي تحطي التانية جواها وتقفلي عشان تطلع معاكي بعد كده كبيره وطبقاتها كتير. لكن انا عايزه اعملها ميني، وزي ما انتم شفتوا في اول الفيديو ما شاء الله كانت طبقاتها حلوه جدا جدا، وكانت خفيفه وجميله، والفطيره كده على قد العيال كده ياخدوها ما يقعدش يهدروا فيها يعني.
بس كده هتبدأي بقى زي ما انت شايفة كده. هنجيب بقى اول واحدة اللي احنا اشتغلنا فيها خالص، يعني دي اول فطيرة احنا اشتغلنا فيها. طبعا ليه بناخد اول واحدة؟ عشان تكون ارتاحت معانا، واول ما تدوسي كده عليها بايديكي تفرد معانا زي ما انت شايفين. وبرده ما تفرديهاش قوي قوي عشان ما تبقاش رقيقة معاكي قوي وما تعملش معاكي طبقات. طب تعالي بقى هنا هنحط بقى في الطاسة بتاعتنا كده بسيط قوي دهنة من الزيت، وممكن ما تدهنيهاش كمان لان احنا كده كده الفطير فيه المادة الدهنية الكفاية. زي ما انت شايفة بقى كده على النار من فوق يا قمر، بدون فرن وبدون اي حاجة. النهارده هنعمل احلى فطير تتعشوا بيه، سهل وبسيط. زي ما انت شايفه على الطاسه كده من فوق. ابداي بقى كده سويه بقى شمال ويمين ويمين وشمال لحد ما تحسي ما شاء الله ان هو استوى معاكي وبقى جميل. واول ما يطلع كده بتبداي ان انت تحطيه على بعضه علشان يفضل طري معاكي بالشكل ده. بصوا الجمال بقى قد ايه طري وجميل ومورق معانا، وما شاء الله سمكه حلو جدا، مش عشان ميني صغير فهو رقيق قوي، لا خالص. بصوا طبقاته جميله ازاي. بالله عليكم تصلوا على النبي وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وفعلا لو استفدتوا بيه يا بنات بالله عليكم اعملوا شير ومتابعه في الصفحه حبايب قلبي. بصوا بقى هنا جميل جدا، تقدري تعمليه سندوتشات بالجبنه بقى او بالعسل والطحينه زي ما احنا عملنا كده. والجبنه بقى يا سلام بجد جميل. قومي بقى بسرعه لو عندك شويه دقيق ورشه ملح بسيطه مع شويه ميه، وقومي عشيهم كده احلى فطير مشلتت. قد ايه سهل وبسيط، سهلي على نفسك. مفيش حاجه يعني صعبه يا بنات، انت شاطره وتقدري تعملي كل حاجه في بيتك للولاد. حطوا بقى لايك يا بنات. بصوا شكله بجد تحفه تحفه تحفه، انا اشتقت له تاني بجد. جميل جميل. للي طلبوا بقى مني الفطير الفتره اللي فاتت دي، يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم حبايب قلبي. ما تنسوش بجد تعملوا لايك وشير للفيديو، واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.